يا صباح الخير متابعيني، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ إن شاء الله بخير. بعد الصلاة على محمد وآل محمد نبدي اليوم. راح أسوي لكم كيكة اقتصادية سهلة وسريعة للعصرية، يعني ما تكلف. عندي هنا كوبين ونص طحين، وبيكنج باودر نص غلف، وفانيلا غلف كامل، ومحسن ملعقة أكل يعني متوسطة مو كلش كبيرة. عندي هيل هنا وبيضة وحدة يعني، وزيت ربع كوب. راح أبدي أخلطهم، ورشة ملح طبعا. الشكر حسب ذوقكم، أنا أخلي كوب واحد وتقريبا ربع، يعني مو كلش حالي، يعني تصير يعني حالاتها متوسطة. هنا راح أبدي أخلط الزيت والشكر، وأخلي المحسن والفانيلا البيكنج، بعدين أخلي يعني أبدي أخلي هنا طرقته طبعا مطرقة يدوية. هاي اللي ما عندهم، أنا عندي بس حبيت أراويكم يعني مطرقة شلون نطرقها حيل حتى تتجانس المواد. مي طبعا حسب الحاجة إلى أن توصل يعني الكثافة هذه اللي تشوفوها بالصورة، مو كلش يعني ماي. طبعا الفرن أخليه يحمى قبل لا أخليها بربع ساعة، أخليه يحمى أول مرة الجو، وبعدين أخليه الفوق. وإذا أوفن عندك تفتحين الاثنين، خليه يعني يحمى، وبعدين طفي الفوق وخلي بس الجو. هنا أدهن القالب بزيت وطحين كل زين، يعني أدهنه حتى ما تلزق، وأصبها. شوفوا قوامها هالشكل صار قوامها يعني، وأطقها يعني زين شوية، أضربها على الكاونتر زين أو بالقاع حتى يطلع الهواء. هنا شوفوا هذه ما طولت عندي تقريبا نص ساعة. طفيت الفوق وخليتها على نار الوسط مو عالي. بعدين من شفتها ارتفعت وكملت يعني ورا تقريبا ثلث ساعة، فتحت الفوق هم نار وسط. شوفوا شلون صارت بيضة وقطنية. هاي للعصرية يعني شي سريع وبسيط ما مكلف، كيكة بسيطة. طبعا طعمها كلش طيب، وانتو هم تقدرون تخلوا لها اي طعم يعني برتقال، فراولة. لا تنسوني باللايك والاشتراك، وانتظروني.